انت اتهجمت عليا، اتهجمت عليا امبارح. خدنا بعضنا ورحنا بيتنا في بيت جدي لحد ما نشوف المحاضر دي يعني هيعملوا ايه. المهم جينا يوم الجمعه اللي هو النهارده يعني بعد الصلاه، كان في علاج انا نسيت اجيبه لبابا، ووالدي والدي عنده 66 سنه، اكتر من 66 سنه، عنده السكر، سكر طبعا في حاله متاخره، وعنده القلب وبيغسل كلى غير ان هو اصلا عنده اعزكم الله يعني مرض اسمه ايه الرعاش ده، مرض ايه يا ربي، اسمه مرض الصرع. ومرض الصرع ده بنجيب له علاجه يعني مخصوص من التامين عشان علاجه بره غالي، فده العلاج احنا كنا انا للاسف نسيت اجيبه. انا شاب ضرب راجل كبير مسن بالقلم، وللاسف الناس كلها واقفه بتتفرج في شارع من شوارع السويس. راجل كبير واقف بيتكلم مع شاب، والموضوع كان خلاف بسيط على شقه ايجار قديم. الراجل الكبير رفض يسيب بيته، والشاب مالك العقار اتعصب عليه، وفجاه الشاب رفع ايده وضرب الراجل قدام الناس وقدام بنته وقدام الكرامه والانسانيه كلها. المحزن في الفيديو ان راجل كبير اتضرب قدام الناس وقدام بنته اللي فضلت تصرخ وتقول الحق ابويا بيتضرب. والغريب بقى واللي كالعاده الناس واقفه بتتفرج والموبايلات واقفه بتصور، والراجل يا عيني واقف مهزوم مش قادر يرد. مش بس كده، ده الراجل يا عيني مكسور قدام الناس وقدام بنته وقدام نفسه كمان. والقلم اللي الراجل دوت اتضربه كانه نزل على اي وجه شاب او راجل محترم، علشان لو اي حد فكر او تسول له نفسه اللي يعمل كده في راجل كبير لازم يكون حكم رادع وفي اسرع وقت. حقيقي فيديو محزن جدا ومستفز لاي حد بيشوفه في مصر، لان الفيديو دوت هيوجع قلب ناس كتير وهيفتح ابواب جهنم على قله الادب اللي بقينا نشوفوها في بعض الشوارع.